السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. وصفتنا النهاردة يا رب تعجبكم. هنعمل الخلول بطريقة جميلة جدا، وصفة تحفة. زي ما انتم شايفين كده احنا جايبين خلول يا جماعة يطلع كيلو، نقعينا في مية بقالنا ساعة، وحاطة في المية مية ملح، وسايبة عشان الرملة بتاعته كلها تنزل، ما يبقاش فيه رملة. هنعملوه هعمل الخلول بتاعي بطريقة جميلة راح تعجبكم بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده حاطة في عجانة وحاطة المية وحطها في مصفى عشان المية كل الرملة تنزل من تحت. غسلته مرة واتنين وتلاتة تحت الحنفية، وغسلته حلو وشطفته شطفة جميلة جدا، ونقعته لمدة ساعة عشان كل الرملة تنزل زي ما قلت لكم، عشان ده بيبقى متعبي رملة. زي ما انتم شايفين الخلول بتاعنا تحفة ونضيف وجميل. هنعملوه بطريقة جميلة جدا هتعجبكم بإذن الله، وكملي الفيديو للآخر. لو أول مرة تشوفوا قناتي فضلا ليس أمرا، حط لي لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الخلول بتاعنا راح نعمله ازاي. وشغلنا البوتاجاز بتاعنا وحطينا حلة. تعالوا نحط الزيت. الخلول يا جماعة بيتعمل بالزيت، ومعانا تومية حطيناها. طبعا البهارات راح نحطها بعدين. راح هنخلي التومة بتاعتنا كده لونها صفرة وتصفر معانا، وبعد كده نروح حاطين الخلول بتاعنا. تقلبي حلو عشان ما تتحرقش. صفرت معانا التومة، وبعد كده نروح حاطين الخلول بتاعنا بعد ما صفناه من المية، ونروح حاطينه. زي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة خالص وجميلة وتحفة بجد يا جماعة، وتغيير شوية كده من الحاجات اللي بناكلوها. الحاجات البحرية طبعا جميلة جدا جدا. معانا كم بصلة صغيرين، عيال البصل الصغير ده. طبعا انتوا عارفين البصل الصغير ده مال السوق ومتوفر كتير يعني. حطي بقى حسب ما انت حابة، تحطي 5 6 براحتك انت. 5 بصلات كده حلوين صغننين وتحطيه في الخلول. حطينا كزبرة ناشفة. حطينا نص معلقة من الكمون، نص معلقة كده ولا ربع معلقة من الفلفل الأسود عشان متخليش الشوربة بتاعتنا لونها غامقة. ربع معلقة. البهارات بتاعتنا الجميلة دي هي أجمل حاجة في الشوربة بتاعتها. شوربتها جميلة بجد يا جماعة. أجمل حاجة هي شربتها. طبعا احنا طالعين من صيام محتاجين الشوربة الجميلة دي. ونسيبوها أقلبها على طول، واسيبها لغاية ما الخلولة تتفتح. مدة ربع ساعة سبتها يا جماعة، زي ما انتوا شايفين لونها اتغير. الخلولة بتاعتها اتفتحت ما شاء الله، وريحتها تحفة. حطيت لها طماطمة، حطيت لها حبايتين من المستكة والحبهان ما شاء الله عليها. طبعا انا مفورة مية سخنة، ما تحطوش مية باردة خالص. دي مية مغلية وكبتها فوقيها، يطلع يعمل كوبايتين كده او 3 حسب الكمية اللي انت جايباها. وتسيبي الخلول بتاعك ما شاء الله تقلبيه قلبة حلوة كده. طبعا احنا مظبطينها في البهارات ومظبطينها في الملح بتاعه. تحفة بجد يا جماعة. اسيبه مدة نص ساعة او ربع ساعة حسب الخلولة بتاعتك لو كانت كبيرة او صغيرة، ويستوى. وارجع لكم تاني بإذن الله. وطبعا الخلول بتاعنا استوى ما شاء الله تبارك الله، ريحة وطعم تحفة. ناقصهوش غير على كده نحط له ليمونة او ليمونتين نعصرهم كده ونحطوهم. زي ما انتوا شايفين انا عصرة ليمونتين واحطهم في الشوربة. وطبعا من نتيجة تقديم الطبق بتاعك ممكن تحطي ليمون وسطيه عشان لو حب حد يعصر يعصر في الليمون في الطبق. ما شاء الله شربتها جميلة جدا بجد يا جماعة وخفيفة. اخد على طول على كده واغرف للاكل. وخلصنا وصفتنا الجميلة زي ما انتم شايفين. شوربة جميلة جدا بتاعت الخلول، ومخدش معانا نص ساعة بجد يا جماعة. ما شاء الله عليه. هو أهم حاجة بس تنضف الخلول بتاعك من الرملة، وتنقعيه بمية وملح مدة ساعة، وينزل كل رملته. تعملي وسطيها طحينة، تعملي وسطيها ما شاء الله تقلي شوية بطاطس، تعملي وسطيها كمان تحطي فول. غدوة جميلة جدا أو كمان عشاء. من الأكلات الجميلة البحرية هي الخلول. عملت قبل كده معاكم البقلاويز كان جميل جدا. ادخلي في قناتي راح تلاقي طريقة البقلاويز، طريقة جميلة جدا كمان. البقلاوز البلدي الصغنن ده تحفة. يا رب يكون عجبتكم وصفتنا، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.